4 خطوات لو عملتهم هتعرف تحسب بيهم نسبة تشغيل الشفاط. من اكتر الاسئلة اللي بتجيلنا اليومين دول، اشغل الشفاط قد ايه واطفيه قد ايه؟ النهاردة هنعرفكم ازاي تحسبوا مدة تشغيل الشفاط بطريقة بسيطة وسهلة وعلى 4 خطوات بس عشان نطبق الخطوات مع بعض خلونا ندي مثال نوضح عليه الخطوات. المثال اللي معانا هيكون ان احنا معانا مثلا عمر 18 يوم، وزن 750 جرام، وعدد الطيور 500 طائر، والحرارة الخارجية 40 درجة، ومعانا شفاط 60 اتحاد اوروبي قدرته 4500 متر مكعب في الساعة. دلوقتي هنطبق ال4 خطوات. الخطوة الاولى ان انا احسب كمية التهوية، وحساب كمية التهوية بناء على اللحم بيبقى بضرب عدد الطيور في وزن الطيور في اقصى معدل تهوية، وهنا هنضرب في 7 عشان الحرارة الخارجية ازيد من 35. يبقى 500 في 750 في 7 بيساوي 2625 متر مكعب في الساعة. دي كده كمية التهوية اللي محتاجين نخرجها من العنبر. طيب الخطوة التانية هتكون ان انا احسب قدرة الشفاطات اللي معايا. في المثال اللي معانا احنا معانا شفاط 61 اتحاد اوروبي قدرته 4500 متر مكعب. طيب لو معانا اكتر من شفاط بنجمع القدرات بتاعتهم، يعني لو معايا شفاطين بضرب ال4500 في 2، لكن احنا معانا دلوقتي شفاط واحد. الخطوة التالتة بقى ان انا احسب نسبة التشغيل، هشغل بنسبة قد ايه؟ وعشان احسب نسبة التشغيل بقسم كمية التهوية اللي طلعناها على قدرة الشفاط. يعني احنا طلعنا كمية التهوية 2625، هقسمهم على قدرة الشفاط اللي معايا اللي هي 4500، هيديني 59%. يبقى انا كده محتاجة اشغل الشفاط بنسبة 59% او فيما يقارب 60%. هنيجي هنا للخطوة الرابعة اللي هي حساب مدة التشغيل، وهي ان انا اضرب نسبة التشغيل في الزمن اللي انا عايزة احسب على اساسه. يعني مثلا لو هحسب على 5 دقايق فهضرب 60% في 5 هيديني 3 دقايق. يعني معنى كده ان انا محتاجة اشغل الشفاط في الوقت ده 3 دقايق واطفيه دقيقتين. طبعا لو في 10 هضرب برضو 60% في 10 هيديني 6 دقايق، يعني هشغله 6 دقايق وافصل 4 دقايق. وبكده نكون قدرنا نحسب مدة التشغيل المناسبة حسب كمية الهواء المطلوبة، حسب وزن الطائر، وحسب قدرة الشفاط. لو محتاجين اي استفسار بخصوص التهوية المظبوطة وحسابات الخلايا والشفاطات تقدروا تتواصلوا معانا على ارقام موضحة على الشاشة، وانتظرونا في فيديوهات تعليمية جديدة. مع تحيات المكتب العلمي لشركة المتحدون الدوليون، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.